طبعا من الواضح للجميع ان احنا غايبين دلوقتي بقالنا فتره، ولو انت بقى ما خدتش بالك لحد دلوقتي من السبب اللي غبنا عشانه يبقى انت اكيد ما شفتش الفيديوهات اللي قبل كده. لان ببساطه السبب هو ان انا كنت بشتري كاميرا جديده، لان ببساطه تعبت من شكل وشي المبكسل في الفيديوهات، وعشان الناس الحلوه اللي زيك لما تتفرج علينا تستاهل بصراحه ان احنا ندلعها كده. وبالمناسبه السعيده دي بقى خلينا نسال سؤال مهم: يا ترى ليه بنحس بسعاده لما نشتري حاجه جديده؟ هل بس عشان احنا اتعودنا على كده، ولا ممكن يكون في اسباب اعمق من كده ورا الموضوع ده؟ وازاي في اوقات كتير المراكز التجارية والمشاريع الاستثمارية وما الى ذلك بتقدر ان هي تخلينا ناخد قرار الشراء حتى لو احنا مش محتاجين المنتج اللي بنصرف فيه فلوسنا؟ والاهم بقى من ده كله، ازاي تصحصح لنفسك وتبقى فاهم الحيل النفسية اللي بيعملوها عشان كل قرار شراء تحطه في مكانه الصح وما تصرفش فلوسك على الفاضي. لان زي ما انتم عارفين الزمن اللي احنا فيه ده ما يستحملش خالص فكره ملعون القرش اللي ما يهنيش صاحبه، احنا ماشيين على القد يا دوبك. فتابع معايا الفيديو لحد اخره عشان هقول لك على كام تريكيه كده هيفرقوا معاك جدا وباذن الله هتستفيد منهم. في سنة 2012 بنك مونتريال في كندا أصدر إحصائية بيقول فيها إن ممكن الكنديين يصرفوا لحد 3000 دولار سنوياً في قرارات الشراء الاندفاعية. والقرارات دي ببساطة إن هم بيشتروا حاجة هم مش حاسين ان هي هتفرق معاهم ومش هتفيدهم، بل بياخدوا القرار في لحظه وبيشتروا الحاجه دي وخلاص. وفي 2014 كريدت كارد طلعت احصائيه مشابهه بتقول ان النسبه توصل ل 75% من المواطنين الامريكانيين بيعملوا نفس التصرف ده، بل وعشر النسبه دي ممكن توصل لدرجه ان هي تدفع $1000 في عمليه شراء واحده. فتخيل ان ممكن حد يدفع الرقم الكبير ده في حاجه هو مش محتاجها اصلا. والحقيقه بقى ان تفسير ظاهره زي دي ليه اسباب كتير، ولكن ابرزها ان ممكن ده يكون غريزه فطريه فينا كبشر. يعني خلينا متفقين، قرارات اندفاعيه زي دي هي اكيد مش ناتجه عن تفكير منطقي، ولكن ممكن تكون ناتجه عن عاطفه قويه بتدفع الانسان ان هو يعمل حاجه. والحقيقه ان الانسان مفطور على حب التملك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالإنسان بطبيعته بيحب يتملك أشياء كتير وبيحس بالإنجاز لما يكون ملكه الحاجات دي. ممكن نلاقي ناس بتقتل نفسها في الشغل حرفيا وشغالة ليل نهار بس مش بتصرف أصلا الفلوس دي، وده ببساطة لأن بالنسبة له قمة السعادة هو إنه يتملك الفلوس. يعني هو مش محتاج يصرفها على رفاهيات أو حاجات ثانوية عشان يحس إنه سعيد، لا، هو تملكه للفلوس نفسها ده بيحسسه بالإنجاز والفخر. على الجانب الآخر بقى في بعض الناس بتحس بالإنجاز لما تقدر تتملك الأشياء، وبتحس كمان إن هي كده فخورة إن أي حاجة هي عايزاها تقدر تجيبها. فده في النهاية ممكن ينتج عليه إحساس بالسيلف ساتسفاكشن، إن هو راضي عن نفسه، إن هو وصل نفسه لدرجة إن أي حاجة هو عايزها يقدر يجيبها ببساطة. سبب تاني بيفسر الظاهرة ديت وهو إحساس الأكومبلشمنت أو الإنجاز. عارفين لما واحد يقعد ليل نهار سهران على لعبة، مدمن اللعبة دي حرفيا، عشان بس يحس بالإنجاز لما يطلع له تروفي معين أو ياخد ايتم نادر مثلا أو سكين أو أيا كان، ده ببساطة سحر مادة الدوبامين. والمادة دي عبارة عن ناقل عصبي بيوصل الخلايا العصبية ببعض. النواقل العصبية ديت هي لغة الخلايا العصبية. في بعض التجارب مثلا لقوا ان القرود بيزيد عندها افراز الدوبامين لما توصل لموزة مثلا بعيد عنها، وان الاحساس ده تحديدا هو اللي بيخليهم يتحركوا ويجازفوا ويتنططوا عشان يوصلوا للموزة البعيدة دي. عندنا بقى كبشر الموضوع مختلف، ممكن بس عملية شراء بسيطة تحفز افراز الدوبامين وتحسسك بنفس احساس الانجاز ده. من الاسباب برضو هي ظاهره الفومو او الفيرنج اوف ميسنج اوت، بمعنى انك ببساطه بتخاف ما تشتريش الحاجه فتروح منك للابد. وده برضو اصله مترسخ في الانسان، لان الانسان البدائي كان بمجرد ما يلاقي حاجه معينه هو كان بيندفع على طول ان هو يجيبها، لان ببساطه لو ما اخدهاش دلوقتي في اللحظه ديت ممكن تروح منه للابد. افتكر بقى المثال ده تحديدا لما تلاقي ان انت بتسكرول كده على موقع شوبينج وتلاقي مكتوب limited offer، او حتى تبقى خلاص بتعمل اوردر بس تلاقي تايمر ظاهر قدامك على السكرين بيقولك ان انت عشان تاخد خصم معين لازم تخلص الاوردر قبل ما الوقت ده يعدي. افتكر كويس مثال الفومو والانسان البدائي لما بيروح منه الاكل لو ما اخدوش في ساعتها. من الامثله التانية مثلا ان هم بيحفزوا الشراء عن طريق الدفع الالكتروني او استخدام الفيزا والماستر كارد وغيره، وده بطبيعه الحال بيخلي قرار الشراء اسهل بكتير قوي، لان ببساطه بدل ما تطلع فلوس ماديه ملموسه وتقعد تعدها وتفكر مره واتنين قبل ما تدفعها وهل فعلا استحق او المنتج اللي هشتريه يستحق يدفع فيه المبلغ ده ولا لا،
انت بكل بساطه ممكن بالكارت بتاعك تشتري من غير ما تحس. من الوسائل النفسيه برضه هو انه يربط لك المنتج بقصه عاطفيه، زي مثلا انه يبقى فيه قصه بنت غلبانه مش قادره تدفع مصاريف دراستها، فيا عين البنت ديت بتكحت وبتشتغل ليل نهار كل يوم عشان توفر المصاريف بتاعتها، وفي وسط القصه بتاعتها تلاقي ان في منتج بيصاحبها في القصه دي، وتلاقي ان المنتج عمال يتكرر في الاعلان لحد ما توصل خلاص للقطه الدراميه اللي كلنا مستنيينها، وان البنت دي نجحت في حياتها وقدرت تفرح اهلها بيها، وتلاقي ان هما بيحتفلوا وبرضه المنتج ملازمهم في الحفله كانه ضيف الشرف بتاع الحفله دي. في اللحظه ديت انت خلاص مخك كده ربط ما بين المنتج ده وما بين احساس الانجاز واحساس الخير ان هو بيساعد الناس، فخلاص انت لا اراديا ولا شعوريا بيترجم في مخك ان المنتج ده منتج طيب، فبالتالي انت عايز تدعمهم عن طريق ان انت تزود المبيعات بتاعتهم وان انت تدفع فلوسك وما تفكرش كتير. ممكن كمان يربط لك المنتج بشخصيه مشهوره، لاعب كوره مثلا مشهور الناس كلها بتحبه، او حتى انفلونسر، والناس ديت ممكن ما يكونش ليها اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالمنتج، بس بمجرد ما انت بتشوف الشخص ده دايما مع المنتج ده فانت خلاص اترسخ في ذهنك ان المنتج دوت هو بتاع الناس الناجحه. السؤال بقى هنا، ازاي نتغلب على المؤامرات الكونيه دي كلها اللي طمعانه في ال 500 600 جنيه اللي في جيبي؟ اول خطوه هي انك تفهم المشكله وتفهم ان عمليه الشراء دي المفروض تبقى عمليه عقليه، يعني انت بتوازن الامور قبل ما تشتري وما تدخلهاش كانها عمليه عاطفيه، ما تمشيش ورا عاطفتك، لان انت لو دخلت عمليه الشراء دي بعاطفتك فانت يا عيني قلبك قلب خصايه وهتنجرف ورا قرارات كتير انت مش عارف اخدتها ليه اصلا. والخطوه الثانيه هي انك تتوقف قبل عمليه الشراء ثانيتين بس مش اكتر، وتسال نفسك سؤال، هل انا فعلا محتاج المنتج ده بشكل عام، ولكن في بعض الحالات ممكن زي المنتجات الترفيهيه مثلا تشتريها وما تكونش ذات نفع كبير قوي عليك، بس ساعتها هتبقى محجم قدر الفلوس اللي بتتصرف في المنتجات الترفيهيه، لانك قبل ما بتصرف اي فلوس انت بتفكر مره واثنين وثلاثه. يعني خلينا نقول ان الترفيه دوت شيء مطلوب وما ينفعش اقول لك ما ترفهش عن نفسك خالص، ولكن ببساطه المطلوب ان انت تحط الترفيه في حيزه المطلوب، يعني ما تديهوش مساحه اكبر من حجمه وتتعامل مع الترفيه ده ان هو شيء اساسي في حياتك، بل ممكن لو غاب عنك شويه تبتدي ان انت تزعل وتكتئب ونفسيتك تتاثر. الكلام ده كله خطأ، والكلام ده مش المفروض نوصل له خالص، المفروض ان الترفيه ليه مساحه محدده ومش هو الاساسي اللي نعتاد عليه. التركات الثالثه بقى وهي ان انت تستجلب الشعور بالسعاده ده بخيارات تانية بديله، يعني مش عشان تحس انك مبسوط وتحس ان انت راضي عن نفسك تروح تشتري حاجات ب 2000 3. انت ممكن ببساطه تنزل تلعب شويه رياضه، اي سيشن رياضيه، تروح الجيم او غيره، او حتى تقعد مع ناس انت بتحبهم صحابك او اهلك او تقعد تتكلم معاهم. الحاجات دي كلها ليها تاثير مشابه وبرضه هتزود افراز هرمونات السعاده والرضا في جسمك. فلو انت حاسس ان حياتك ناقصها شويه اكشن، اعمل اكشن بكل بساطه وهتحس بفرق كبير ان شاء الله. الخطوه الرابعه وهي انك تستوعب ان السعاده دي ما هي الا شيء لحظي. وخلينا ناخد قصه مسجد صنكي يدم كمثال، معرفش بصراحه انا بنطقه صح ولا لا بس هو اسمه كده يعني. المسجد ده جامع كبير في تركيا، وترجمه صنكي يدم الحرفيه هي كاني اكلت. ويقال ان الفكره في تسميه الاسم ده هو ان الراجل اللي بناه كان اسمه خير الدين. الراجل ده ببساطة كان بينزل يتمشى في السوق، ولما يحس ان هو عايز ياكل حاجة معينة او يجيب نوع معين من الحلويات او الرفاهيات كان بيطلع الفلوس من جيبه ويحطها في جيبه التاني ويقول لنفسه صنكي يدم او كأني اكلت، يعني ببساطة كأني طلعت الفلوس دي اشتريت بيها الحاجة وخلاص اكلت الحاجة واستمتعت بيها شوية وشعور الاستمتاع والفرحة خلص، وبعدين ايه انا دلوقتي عايش طبيعي. الفلوس دي بقى بيحطها في جيبه التاني، والفلوس اللي بتتحوش في الجيب التاني دي كلها كان بيجمعها وبنى بيها في النهاية المسجد ده. مش شرط كل مرة تمنع نفسك وتقول لنفسك كأني أكلت، بس على الأقل خلي ده حاجة بتحصل باستمرار عشان تتعود إن أنت مالك قرارك، مش كل ما نفسك تحب حاجة تشتريها أو كلما اشتهيت اشتريت، مش منطقي. وفي تكنيك مشهور اسمه دوبامين ديتوكس، والتكنيك دوت وظيفته ببساطه ان انت تتخلص من احساس الجري اللانهائي ورا اشباع الرغبات. ممكن ان شاء الله نبقى نتكلم عن المفهوم ده في فيديو لاحق. سبب كبير للمشكله ان الانسان بيحس انه عايز يتملك كل حاجه حواليه، ولكن بمجرد ما يستوعب ان كل شيء حواليه هو ملك لله سبحانه وتعالى، مالك الملك ورب السماوات والأرض، الموضوع هيخف كتير كتير كتير. لأن في النهاية فلوسك دي اللي بين إيديك هي ملك لله سبحانه وتعالى، ودي أمانة ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيها عشان تعيش بيها حياتك.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من ضمنهم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني فلوسه دي هل جابها من حلال بطرق ترضي ربنا سبحانه وتعالى ولا لأ، وهل أنفقها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى برضه ولا لأ. لذلك عبادات زي الزكاة والصدقة بتحفز جواك النقطة ديت. يعني انت لما بتوصل لحد معين من الفلوس بيبقى واجب عليك انك تتصدق او تخرج زكاة من المال ده، انت تطلع جزء من الفلوس ديت لله سبحانه وتعالى. فتفضل تفتكر دايما ان الفلوس ديت ما هي الا رزق من عند الله سبحانه وتعالى، وما هي الا امانة ربنا سبحانه وتعالى استأمنك عليها. واخيرا افتكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني لا تمد ايدك قوي تصرف كما تشاء ولا تخليها قريبة جدا منك. وبالمناسبة الكلام ده مذكور في سياق الإنفاق في سبيل الله، فما بالك بقى لما نكون بننفق على أنفسنا أو بننفق على رفاهيات حياتنا؟ من باب أولى إن احنا نعتدل وما نصرفش ببذخ. لو حاسس بقى إنك استفدت من الفيديو ده فأرشح لك بشدة إن أنت تشوف فيديو التسويف والمماطلة وفيديو السوشيال ميديا، لأن ليهم علاقة كبيرة جدا بكلام كتير من اللي قلناه النهاردة. ولو عايز تساعدني بسبب انك شايف ان المحتوى ده يستحق ان هو يوصل للناس ويسمع اكتر لفائدة موجودة فيه، فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتسيب لي كومنت تقول لي رأيك فيه. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجاية، وبإذن الله يكون فيها فائدة كبيرة. والسلام عليكم.